بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في شيء دايما كان بيلفت نظري. هل نجيب محفوظ هو مؤرخ أم أديب؟ ودي حقيقة ممكن يتساءل فيها القارئ لأدب نجيب محفوظ. نحن أمام شخصية مؤثرة في الواقع المصري وفي الوجدان العربي وفي الثقافة المصرية، وأنا في رأيي أن هذه الشخصية ستظل بنفس التأثير لأبد الدهر. احنا يعني بنعتقد ان احنا محظوظين ان احنا عاصرنا جيل الأستاذ نجيب محفوظ. ما قربناش منه قوي، بس يعني كان ملء السمع والبصر واحنا يعني طلبة، إلى أن حصل على جائزة نوبل. وأيضا يعني أنا ما تشرفتش بأن أنا قابلته غير مرتين بس في حياتي. المرة الأولى وأنا طالب واكتشفت إن هو ساكن في العمارة اللي جنبنا، ما كنتش أعرف. أنا كنت ساكن مع مجموعة من الأصدقاء، أنا أساسا من بورسعيد، فكنا واخدين شقة في العجوزة جنب مطعم نعمة. فكنت لما انزل الصبح الاقي الاستاذ نجيب محفوظ، فمره في اتنين سالت الله هو ايه اللي بيعدي من هنا، فعرفت ان هو ساكن على العماره الاولى اللي جنب مطعم نعمه. المره الثانيه بعد حصوله على جائزه نوبل، وكنا برضه طلبه، ورحت انا وصديق كنا لسه بنتدرب في العمل الصحفي، فرحنا بقى داخلين على الاستاذ نجيب بقلب جامد كده، وقلنا له احنا فلان الفلاني من كذا 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 ونتدرب. فطبعا سلم علينا كده، يعني ايه، سلام مش يعني مش وحش، ولكن يعني لسه طلبه يعني، واحنا فعلا شويه يعني بالنسبه له يعني اولاد صغيرين يعني. فالكلام ده كان في مقهى علي بابا في ميدان التحرير، وللأسف أن هذا المقهى لم يعد موجودا الآن، ودي برضه من الأشياء المؤسفة. إنما الإنسان لما بدأ يتعمق في نجيب محفوظ اكتشف أشياء مهمة جدا، إن نجيب محفوظ ده هيظل كتاب مفتوح، الناس تكتشف فيه زوايا، أو كما قال الأستاذ عباس العقاد، إنك لما تقرأ كتاب واحد 4 مرات أفضل من إنك تقرأ 4 كتب. وهذه حقيقة، في كل مرة تكتشف في عمق كتابات نجيب محفوظ أشياء لم تكتشفها من قبل، ودي العظمة في الموضوع. إنما أنا باعتبار مجال تخصصي هو التوثيق والتاريخ أو التأريخ تحديدا، فكنت أرى في الأستاذ نجيب محفوظ مؤرخ مجتمعي، يعني ليس مؤرخا بالمعنى العلمي المعروف، لأن التاريخ كعلم يعتمد على الحقائق وعلى الشواهد وعلى الإثبات وعلى التحقيق. إنما التاريخ المجتمعي شيء خطير جدا. الرواية في الأصل هي عمل إبداعي فيه خيال بشكل كبير، وبالتالي أما يضفر الخيال بالواقع وبالتاريخ فده شيء صعب جدا. إنما العمق الذي شاهده نجيب محفوظ هو اللي سمح له بأنه يقدم شيء متفرد. ليه أديب المؤرخين ومؤرخ الأدباء؟ برضو نقف حيرانين أمام ما قدمه نجيب محفوظ. هل هو تاريخ فعلا أم أدب؟ وفي وقائع كاملة موجودة في الروايات هي وقائع تاريخية بحتة بأشخاص، بشخوص، بسياق زمني، بتفاصيل الزمن، بالشواهد بتاعته. فهنا دايما طول ما انت بتتنقل في كتابات نجيب محفوظ بتطرح نفس السؤال: لماذا أديب المؤرخين؟ الأستاذ نجيب محفوظ قدم تاريخ سردي
حي للحياة المصرية عبر عصور مختلفة، حتى العصور اللي هو ما عاش فيها، يعني لم يكن موجودة فيها، لكنه اعتمد على قراءات لهذه العصور. ان هو جمع بين التاريخ كعلم والفن الروائي كعمل أدبي، انه سجل بصمات التاريخ على حياة الناس من خلال قصص وشخصيات. وهنا نقف قدام هذه النقطة على وجه التحديد، ونلاقي نفسنا امام برضه اشكالية خطيرة جدا، ان المؤرخ مش نجيب محفوظ ولا الشخص. المؤرخ ده راجل عادي، قد يكون عطار، قد يكون شحاذ، قد يكون محامي، قد يكون شيال. فبتلاقي نماذج مجتمعية هي أيضا تتحدث بلغة التاريخ وبصياغة المؤرخ اللي بيسجل هذا الحدث. أنا شخصيا ليا تجربة شخصية مع أدب الأستاذ نجيب محفوظ في كتاب أنا عملته اسمه 26 يناير، وده كان بيتكلم عن حريق القاهرة في 26 يناير عام 1952. وحقيقة أنا كان في أمامي مجموعة من الوثائق بدأت أحقق فيها عن من وراء هذا الحريق، وهي كانت حلقات صحفية بتنشر بعنوان حريق القاهرة مدبرون ومنفذون، يعني من الذي دبر ومن الذي نفذ ومن صاحب المصلحة. اضطريت، أنا فاكر إن كانت أحداث السمان والخريف بتدور في حريق القاهرة، فقبل ما أكتب هذه الحلقات بدأت أعيد قراءة السمان والخريف، ويا لهول ما رأيت. وجدت إن أنا أمام مؤرخ بكل المقاييس، مؤرخ يقدم عملا أدبيا إبداعيا، ولكنه هو في الأصل مؤرخ. طبعا هناك قالب اجتماعي بتدور فيه أحداث الرواية، ثم بعد ذلك الفيلم السينمائي اللي حضراتكم عارفينه. وتوقفت أمام شخصية البطل الرئيسي لهذه الرواية وهو عيسى الدباغ. وحقيقة من يقرأ هذه الرواية يشعر أن عيسى الدباغ هو مؤرخ وأيضا صانع للأحداث. عيسى الدباغ واحد من أبناء الجيل الوسط للحركة الوطنية المصرية، هو من أبناء ثورة 19 مش عاشها بعدها، ثم ثورة الطلبة في عام 1935، ووصولا إلى ذروة المقاومة مع الإنجليز في حرب القناة لعام 51. وهنا بقى التناقض الكبير في شخصية عيسى الدباغ المناضل سابقا، والذي وصل إلى الحكم بصفته عضوا في الحزب الرئيسي في هذا التوقيت. بدأت أنظر إلى الشخصية دي كيف تنقل حدث مثل حريق القاهرة في 26 يناير 1952. ولقيت ان في بداية الرواية بينظر الى شيء، وهو حينما عاد من الاسكندرية الى القاهرة ورأى القاهرة لأول مرة بصورة مغايرة ومختلفة وهي تحترق. والوصف البديع في فكرة أعمدة الدخان وألسنة اللهب، كل ده وصف مستحيل اللي يوصفه بهذا الشكل ما يكونش مؤرخ. مؤرخ ليه؟ لأنه هو وصف اللي حدث في وسط القاهرة بالملي، يعني ده يدل أنه كان متجولا. الأستاذ نجيب محفوظ كان متجولا أثناء حريق القاهرة، وده ليس غريبا عليه. السمان والخريف هي نموذج لتوثيق الحدث. أيضا في المرحلة التي ترهل فيها حزب الوفد وهو حزب الأغلبية، وأنا وفدي على فكرة،
فيعني المرحلة التي ترهل فيها بعد الحرب العالمية الثانية، وده تاريخيا شيء معروف يعني، أعادت للوفد مرة أخرى قوته وإحياء تراث ثورة 1919 بالمواجهة المسلحة مع الإنجليز سنة 1952 52 في منطقة القناة اللي هي عرفت باسم حرب ال100 يوم منذ إلغاء المعاهدة وحتى حريق القاهرة. فهنا احنا أمام إشكالية مهمة جدا، أن صانع الحدث نفسه يتحدث عن الحدث، يشارك في كتابة الحدث، كيف أن هذا البطل القديم والمناضل الذي انتقل إلى موقع هام وهو مدير مكتب وزير الداخلية، وكان المقصود بها هنا فؤاد باشا سراج الدين، وكيف تحول هذا الرجل حينما سقطت آخر حكومات الوفد وبدأت لديه قناعة من التناقض، حالة من التناقض بالدون فيها، كيف كنا حزب الذي كذا وكذا وكذا وكيف أصبحنا كذا. هذا التأثير يحتاج إلى مشخص نفسي بالدرجة الأولى. أنا لا أتحدث هنا عن حالة التناقض في شخصيات نجيب محفوظ، ولكن على استخدام التاريخ في هذه الصناعة بالكامل. نجيب محفوظ أيضا تميز بالتأريخ للعصور القديمة، ودي برضه كان شيء غريب وملفت للنظر. لو نظرنا إلى الروائع الثلاثية الفرعونية، طبعا احنا عارفين ثلاثية نجيب محفوظ الحديثة، الناس كلها عارفاها، قصر الشروق وغيرها. إنما الثلاثية الفرعونية أيضا ليها وجهة نظر مختلفة. هو يقدم عصر لم يعيشه على الإطلاق، وعصر لا تصلح فيه القراءات وحدها. يعني مش كفاية ان انا اقرأ تاريخ فرعوني ان انا اصنع عمل بهذه القوة. فهنجد في الثلاثية الفرعونية رواية مهمة مثل عبث الأقدار. عبث الأقدار الأستاذ نجيب محفوظ بدأ فيها مسيرته بيعتمد على الوسائل التقليدية للرواية، وكانت الرواية دي مع روايتي رادوبيس وكفاح طيبة بتمثل المرحلة التاريخية حتى هذا التوقيت في مسيرة نجيب محفوظ الروائية. وهنا كان بيمزج بين الأسطورة مع التاريخ في الرواية دي تحديدا في عبث الأقدار، وألقت الضوء على العلاقات داخل الأسرة الفرعونية الحاكمة في عصر بناء هرم الفرعون خوفو. في رادوبيس، وهي تاني رواية تاريخية من الروايات التاريخية القديمة للأستاذ نجيب محفوظ، بتتميز بأبعاد سياسية، فهي ألقت الضوء على الواقع المصري المعاصر، واتطرقت لعلاقة الفرعون مع السلطة الدينية، ودي كانت حاجة سابقة لعصرها، علاقة الحاكم بالسلطة الدينية والزمنية وتفاعلها مع العصيان الشعبي في سياق قصة علاقته الغرامية غير الشرعية مع رادوبيس. هي أول رواية لنجيب محفوظ ينشرها سعيد جودة الصحار، ودي قصة كبيرة. طبعا كلنا نعلم أن ثلاثية الأستاذ نجيب محفوظ الحديثة كانت عبارة عن عمل واحد، ونظرا لضخامة هذا العمل تم تقسيمه إلى 3 روايات الثلاثية المعروفة لنا جميعا. فكرة أن يكون هناك ناشر موازي أو مؤمن بما يقدمه صاحب العمل. يعني الرجل الناشر الأول، أول من نشر الأستاذ نجيب محفوظ، هو نصحه لأن الكتاب كان ضخم جدا، قال له قسموا 3 روايات، فلما قسموا 3 روايات نجحوا. والأستاذ نجيب محفوظ بيقول إن أول عمل ليه نزل ما اتباعش منه نسخة واحدة. قال لك لدرجة إن أنا كنت مشفق على نفسي
يعني هل أتوقف؟ هل وهذا السؤال هو المطروح في كل زمن على فكرة. في كفاح طيبة بيقدم الأستاذ نجيب محفوظ رواية تاريخية، وهي نشرت للمرة الأولى عام 1944. ونلاحظ أن الفترة التي نشرت فيه هذه الأعمال الفرعونية كانت تمجيد في الشخصية المصرية وفي الوطنية المصرية وفي الجيش المصري، لأن هذه الأعمال نشرت كلها خلال الحرب العالمية الثانية، وده كان نوع من الإسقاط. هي الثالثة من بين الروايات التاريخية في سلسلة الثلاثية التاريخية بعد عبث الأقدار ورادوبيس. كفاح طيبة بتصور شعب مصر في كفاحه في سبيل الاستقلال، استرداد حريته، طرد الهكسوس من بلادهم، وإسقاط تاريخي للأحداث في كفاح الشعب المصري. شاءت الأقدار أن بعد يعني الكلام ده بحوالي يعني كنا في 2024 لا عفوا 2021 حينما كانت يعد لمدينة الثقافة والفنون، الله يرحمه سيادة اللواء محمد أمين، لقيته بيتصل بيا وقال لي أنا عايز أتواصل مع أسرة الأستاذ نجيب محفوظ، عايزين نحول كفاح طيبة إلى عمل أوبرالي. وأنا كنت شاهد على جزء من صناعة هذا العمل. طبعا يعني العمل وصل لإيه ما أعرفش في الآخر يعني، إنما كان يريد أن يخرج عملا موازيا لعظمة أوبرا عايدة، عملا أوبراليا في عظمة أوبرا عايدة، ولكن من أعمال نجيب محفوظ. التاريخ عند نجيب محفوظ في العصر الحديث يقوم على فكرة الزعيم والثورة. لا أحد ينكر أن نجيب محفوظ كان وفدي الهوى، ولكنه أيضا ناقد حتى للوفد نفسه، وهذه هي العظمة، لأن من المفترض أن نجيب محفوظ وهو من جيل المطربشين، والمطربشين كان بيطلق على الطلبة أو الأفندية في العصر الحديث كل من يرتدي طربوش. هذا الجيل في الأصل صنعه مصطفى كامل. مصطفى كامل كان له دور كبير في تهيئة جيل الأفندية إلى العمل الثوري والعمل الوطني، وهذه حقيقة تحسب لمصطفى كامل. ولو نجد أن في ثلاثية نجيب محفوظ أو حتى فيما بعد يعني حينما نقلها الأستاذ حسن الإمام في أفلامه، نجد أن صورة مصطفى كامل مرفوعة في المظاهرات الخاصة بثورة 1919. هناك قضية مهمة جدا، وهي قضية الزعيم الوطني في مواجهة الإسلام السياسي، ودي قضية خطيرة جدا. أستاذ نجيب محفوظ الأهرام طلبت منه أن يكتب مقالا سياسيا، رفض بكل شياكة كده وقال لهم أنا كل آراء السياسية تأتي على لسان أبطال رواياتي، وبالتالي اللي متوقع مني رأي سياسي هيلاقيه على لسان بطل من أبطال الروايات. وهنا هنجد إن هو كان له رأي واضح جدا في الإسلام السياسي، وكان رأي سابق لعصره. حينما ننظر إلى رواية مثل القاهرة 30، حينما ننظر إلى رواية اللي هي القاهرة 30، أو كما صدرت للمرة الأولى بعنوان فضيحة في القاهرة، نجد أن شخصية هناك 3 أبطال، منهم محفوظ ومنهم واحد اسمه مأمون. مأمون ده كان رجل إخواني وبيدافع عن وجهة النظر الإخوانية. حينما تحولت هذه الرواية إلى عمل سينمائي، للأسف استبعدت شخصية مأمون لسبب بسيط، إن العمل ده أنتج عام 1965 في عز أزمة تنظيم 65
بتاع الإخوان. فكان رأت مؤسسة السينما استبعاد هذه الشخصية بالكامل. إنما لو رأينا هنجد أن الإسلام السياسي موجود في أدب نجيب محفوظ بشكل كبير، وهو تناول بجزء كبير من النقد ذلك، حتى يعني في حديثه يعني من أبرز من سجل طبعا في شخصيات يعني مهمة وكتاب كبار سجلوا الأستاذ نجيب محفوظ خواطره، منهم الأستاذ رجاء النقاش، منهم الأستاذ محمد سلماوي، منهم الأستاذ جمال الغيطاني. إنما أنا طبعا بعتبر إن أعظم من سجل له فعلا ده حقيقة الأستاذ محمد سلماوي في حوارات نجيب محفوظ، لأن هذا الكتاب كتاب مرعب. أيضا وهو بيتكلم مع الأستاذ جمال الغيطاني كان بيتكلم عن فكرة رفضه للإسلام السياسي وهو مطروح، وقال لك أنا عرض علي إن أنا أدخل جماعة الإخوان، إنما هم اختاروا سعيد جودة الصحار وهو كان ميال للإخوان شوية، إنما أنا غير ميال لهم، وأرى أنها جماعة تستغل الدين. وهذا الكلام كان كلام سابق لعصره في هذا التوقيت، حتى سابق لما نحن نعيش فيه الآن يعني. في مرحلة مهمة في حياة نجيب محفوظ هي مرحلة الواقعية الاجتماعية، ودي في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 1959. بيقدم فيها طبعا الرائعة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، وهي القاهرة الجديدة، أو زي ما قلنا إنها نشرت بعنوان فضيحة في القاهرة، أول نشر ليها، ثم تحولت بعد ذلك إلى القاهرة الجديدة. وكانت بتتناول فساد المجتمع المصري خلال فترة حكم الملك فؤاد، وتحديدا يعني هو بيتكلم على دستور سنة 30، وده برضه كان نوع من التأريخ لهذه المرحلة المهمة. وأيضا كان في تصوير نقدي للفقر، حالة الانقسام الطبقي، الفساد الإداري داخل دواوين الدولة، الفساد الاجتماعي بين طبقات المجتمع. كل هذا لا يستطيع أن يرصده المؤرخ في وقائع تاريخية، ولكن هو يعتمد على الأدب الاجتماعي، الأدب الاجتماعي المتعلق بوجدان الشعب نفسه. الثلاثية هي أفضل رواية عربية في تاريخ الأدب العربي حسب اتحاد الكتاب العرب. بيكتب شخوصه جميعا بنوع من الحيادية. هو فعلا العظمة في نجيب محفوظ إن كل شخص مستقل بذاته ومبادئه لا تتغير. يعني أنا بستغرب هذا الرجل كان بيرسم الشخصيات دي إزاي. يعني تحس حتى لو اتنين اخوات، اتنين اشقاء، تلاقي كل واحد بلون غير الاخر، ويفضل محافظ على هذا السياق لنهاية العمل. فأهم ما يميز نجيب محفوظ إننا لا نجد عند نجيب محفوظ الشخصية الوحيدة الجانب. الثلاثية تظل واحدة من أهم الأعمال في الرواية العربية، وأيضا هي صالحة لكل عصر حتى إن كان سياقها الزمني يدور في بدايات القرن العشرين. نجد أن نجيب محفوظ لم يتوقف عند الشخوص فقط، ولكنه جعل من القاهرة شخصية روائية. يعني الأستاذ نجيب محفوظ كان بيقضي شهرين في كل سنة في اسكندرية القديمة، يعني الكورنيش والكام فندق بتاع محطة الرمل وإلى آخره، وقدم أعمال طبعا كلنا نعلمها عن الإسكندرية. لكن القاهرة في حد ذاتها بعمقها التاريخي والحضاري كانت بتشكل شخصية نجيب محفوظ اللي بقت شخصية روائية. يعني هنا المكان هو الذي تحول إلى شخصية بتحكي عن نفسها. هنا عندنا القاهرة لم تكن مجرد مكان، بل بطل دائم. يعني مش في أي عمل لازم تلاقي القاهرة بتتكلم عن نفسها في وسط هذا العمل كأنها شخص قائم. تفاصيل الشوارع، الأحياء، التاريخ الحي، أيضا جعلها رمز للتغير الاجتماعي والسياسي.
الرؤية الشاملة للتاريخ، وهنا الأستاذ نجيب محفوظ لم يقتصر على حقبة واحدة. كان بالإمكان أن الأستاذ نجيب محفوظ يتوقف عند حقبة ما قبل 52 وكده احنا جميل قوي ونكتب روايات اجتماعية حلوة وملناش دعوة بأي حاجة واحنا ماشيين، حتى إذا كان هناك يعني نوع من اختلاف في النظام السياسي، أيضا نجيب محفوظ كان يتعامل معه بواقعية، والواقعية المقبولة والنقد المقبول. يعني بيقدم صورة شاملة للتاريخ المصري الحديث، أيضا فكرة الدمج بين الماضي والحاضر في نسيج واحد. التحولات الأدبية من الرواية التاريخية إلى الواقعية الاجتماعية، وأنا في رأيي إن هنا نجيب محفوظ كان رجل ذكي. زي ما قلت لحضراتكم، هو فكرة كتابة المقال السياسي رغم إنه بالمناسبة كان هيبقى من أخطر الكتاب المقالات السياسية في مصر، ورغم ذلك لم يدخل في هذا المضمار، ويرى أن الواقعية الاجتماعية ممكن تقدم آراء سياسية ربما أعنف وأقوى وأشد من المقال السياسي. هنا بدأ يدخل مرحلة من الرمزية إلى التأمل الفلسفي. هنا بنتكلم عن المقال السياسي أم العمل الأدبي، الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية. في عندنا فترة بعد حرب 1967، وهنا تحول إلى فكرة النقد السياسي والعمق الفكري، وده برضو من عبقريات نجيب محفوظ. يعني في تناوله مثلا لأحداث انتفاضة الطلبة عام 68، كل المآسي الاجتماعية التي مرت بعد هزيمة 67، تأثير هذه الهزيمة على الأفراد وعلى الأشخاص. في عندنا بقى مرحلة انتقالية حدثت بعد ذلك، وربما أشارت ليها رواية الحب تحت المطر، وهي من أبرز روايات المرحلة الانتقالية في مسيرة نجيب محفوظ بين الواقعية الاجتماعية والرمزية السياسية، وساهمت إلى جانب أعمال أخرى منها الكرنك وميرامار في ترسيخ مكانته كروائي عالمي. لو نظرنا إلى رواية الباقي من الزمن ساعة اللي نشرت عام 1986، كتب نجيب محفوظ الرواية دي بعد أمام العرش، وظهرت في أول مرة في كتاب عام 1984 بعد وفاة الرئيس السادات ب3 سنين، وتعد من أعمال نجيب محفوظ التي تهتم بنقد ثورة يوليو. نجيب محفوظ يرى أن حرب أكتوبر ثورة لا معركة، ثورة رمز لانتصار الإنسان على ذاته، التجاوز لمرحلة المخاوف والمواجهة مع قوى الشر. وقال أن روح أكتوبر، وهو أول من أطلق هذا التعبير على وجه التحديد، لا يجب أن تنتفض، لأنها هي روح مستديمة وفتحت طريقا بلا نهاية لمستقبل الحضارة الإنسانية. الأستاذ نجيب محفوظ بيقول لكم ألف شكر.